زي ما شفنا أعزائي المشاهدين في برنامجنا برنامج صباح الخير يا مصر، الفقرة التي تبعث على التفاؤل والأمل للمرضى وكيفية العيش والحياة بشكل أفضل في ظل الطفرات التي تحدث في الطب وتتعلق بصحة المريض. دايما بندعي البعض نقول ربنا يديك الصحة وطولة العمر. الصحة مقدمة على طول العمر، يعني هو يبقى عمره طويل، ربنا يديكم ويدينا كلنا الصحة، ولكن بكيفية جيدة. الأطباء زمان كانوا بيطلقوا عليهم الحكماء، لأن الدكتور بس ما بيكتفيش بالمسألة الطبية البحتة، ولكن أيضا عنده شيء من الحكمة تمكنه من ربما الاختراع، كما هي الحالة معانا النهاردة مع الدكتور محمود علم الدين حافظ. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. بنرحب بحضرتك ونتعرف بالتفصيل على موضوع بقى القوالب الإلكترونية وتدخلها في الجراحات المفصلية ومعالجة الأمراض المتعلقة بالعظام المزمنة، بحيث أن المريض يحس أن هو عايش حياة طبيعية بدون ألم وبدون مشاكل. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. هو المفصل الصناعي للركبة طبعا من البداية يعني هو من العمليات الناجحة جدا، بيعتبر ثالث أنجح عملية في عمليات الجراحية كلها. والمفصل الصناعي ما يعتبرش دلوقتي تكنولوجيا حديثة، لأن الكلام ده عدى عليه دلوقتي 40 سنة تقريبا. ولكن الحديث في التكنولوجيا دلوقتي ان احنا بنستعمل الكمبيوتر والتكنولوجيا الكمبيوتر المتعددة اللي هي بدءا من الإنسان الآلي لأجهزة الإبحار، وبعدين نهاية بالقوالب الإلكترونية، ودي أحدث تكنولوجيا في هذا المجال. ما شاء الله. هي بتتميز عن الإنسان الآلي وعن أجهزة الإبحار بأنها سهلة الاستعمال، سهل جدا التدريب عليها، قليلة التكلفة، وفي نفس الوقت بتختصر وقت العملية. لأن أجهزة الإبحار والكمبيوتر بيبقى فيها زيادة، لا غير أنها مكلفة وصعبة الاستعمال، بيبقى فيه زيادة طول وقت العملية. طبعا كل ده في سبيل ان في دقة احسن، والمفروض ان يبقى في نتائج احسن للمفصل. لكن لما نعمل نتائج احسن ودقة، وفي نفس الوقت تكون بحاجة قليلة التكلفة، وتبقى حاجة سهلة الاستعمال ونتائج كويسة زي القوالب الإلكترونية، فده بالتأكيد بيكون انتشاره اوسع من الانسان الآلي والابحار اللي انتشارها كان صعب. ازاي انتوا يعني فكرتوا في فكره القوالب دي؟ يعني هي ايه المشاكل المترتبه بيتم بناء عليها الاستغناء عن المفصل الاصلي المتهالك مثلا واستخدام المفصل الصناعي؟ طب هم دول نقطتين. النقطه اللي هي الثانيه اللي انا هبدا بيها، وهي امتى المفصل بيتعب بحيث ان احنا نحتاج لمفصل صناعي. هو السن طبعا له دور يعني، بس طبعا في عوامل تانية كتيرة، يعني زي مثلا أي إصابات قديمة في الركبة، أي حوادث سواء كان فيها كسور أو كان في تمزق في الأربطة في الغضاريف ما اتعالجتش كويس، كل الحاجات دي كلها ممكن إنها تعمل خشونة. الأمراض الروماتيزمية طبعا سبب تاني، والسبب الثالث إن في خشونة اللي هي بتيجي مع السن وكتر الاستعمال أو سوء الاستعمال. ففي حالة زي كده المفصل بيتهالك، وزمان طبعا ما كانش في علاج غير إن المريض ياخد مسكنات الى ان تصل مرحله العجز ان هو ما بيقدرش يمشي وما بيقدرش يتحرك. دلوقتي طبعا الموضوع ده انتهى تماما، يعني بحيث ان بقى في علاج فعال لخشونه الركبه الشديده، بحيث ان بتتعمل عمليه المفصل الصناعي بتخلي المريض ان هو يقدر يقف ويمشي ويتحرك. طبعا مش زي المفصل الطبيعي اللي ربنا خلقه، ولكن بالتاكيد بيرجع المريض سنوات يعني اصغر، بحيث ان هو يقدر بكيفيه افضل طبعا، بحيث ان هو يمارس حياته. فدي الجزئيه اللي خاصه بالمفصل الصناعي. يعني حضرتك برضو بتقول ان الممارسات الخاطئه احد الاسباب في تاكل الغضاريف في جسم الانسان. بالظبط كده. يعني حضرتك بقى نتكلم على الشق الثاني، نتكلم باستفاضه عن المفاصل الصناعي. طيب، هو انا جايب نموذج هنا للمفصل الصناعي، طبعا ده نموذج بلاستيك، لكن الماده اللي بيخلق منها المفصل الصناعي دي بتبقى يعني في الركبه اسمها كوبر كروم، ودي اقوى من الحديد يعني. ما شاء الله، اقوى من الحديد. يعني انا دايما بقول للمريض لو حصل لا قدر الله حادث او حاجه زي كده، العظم بيتكسر قبل ما المفصل نفسه يتكسر. طب هذه القوالب يتم تصنيعها هنا ولا؟ هو بدايه انا هتكلم على المفصل، لان القوالب حاجه والمفصل حاجه ثانيه. اتفضل. المفصل الصناعي بيبقى قطعتين اساسيتين، اللي هي قطعه على مفصل الفخذ اللي هي ديت، ايوه، والقطعه الثانيه بتبقى على الساق. نعم. وبعدين في بينهم طبقه بلاستيكيه اللي هي بتبقى
بتتحط في القطعه بتاعه عظمه الساق. يعني دي لو حضرتك بصيت هتلاقي حتى لونين مختلفين شويه. فالقطعه اللي فوق دي طبقه بلاستيكيه عشان تمنع احتكاك المعدن مع المعدن. ده المفصل الصناعي. المفصل الصناعي التكنولوجيا بتاعته متقدمه جدا، بحيث ان ما يعني احنا بقالنا مثلا 30 سنه، هو بدأ من اكتر من 40 سنه، ولكن من 30 سنه بدأت المفاصل تتحسن قوي، بحيث ان ما حصلش تحسن اكتر من كده. يعني هي نتائجها كويسه جدا للمفصل نفسه، بالنسبه للماتيريال المصنوع منها، بالنسبه للشكل بتاعه، وكل الحاجات دي كلها. الجسم ما بيرفضش الماتيريال، لا الجسم ما بيرفضش الحاجات دي، زي بالظبط الشرايح والمسامير ما بيرفضهاش يعني. تمام. فهو اللي انا عايز اقوله ان التكنولوجيا بتاعه تصنيع المفصل الصناعي نقدر نقول انها وقفت عند هذا الحد اللي هو يعتبر حد مرضي جدا وكويس قوي. لكن الصعوبه كلها في تركيب المفصل. بمعنى ايه؟ ان القطعه دي من المفصل لو هي اتركبت غلط، بمعنى ان هي لو فيها لوحه شويه، لوحه الناحيه دي او الناحيه دي او لفوق او لتحت، او طلعت لفوق شويه لقدام شويه او لورا، كل درجه من دول احنا بنتكلم على درجات قليله جدا يعني. يعني اكتر من 3 درجات ممكن تخلي طبعا عمر المفصل يتاثر. اقل. يعني المفصل اللي هو المفروض يقعد 15 سنه او 20 سنه او اكتر، طبعا بيقعد فترات اقل. فهي صعوبه كلها في تركيب المفصل الصناعي. طب الدقه بقى في تثبيت المفصل في المكان المناسب، بحيث انه ما يبقاش فيه اي نسبه خطا تعمل على تاكل المفصل. هي دي بقى، هو ده بقى لب الموضوع، اللي هي طريقه تركيب المفصل. اتفضل يا دكتور. طريقه تركيب المفصل احنا في الطريقه التقليديه، انا كنت اتمنى اوري على الكمبيوتر. في الطريقه التقليديه احنا بيبقى عندنا تقريبا 100 قطعه. 100 قطعه. عباره عن دي الالات، يعني دي مش المفصل الصناعي، دي عباره عن الالات اللي بتساعدنا على ان احنا نركب المفصل. من ضمن هذه الالات هي قطعه بتدخل داخل العظمه، داخل عظمه الفخذ وداخل عظمه الساق، علشان بنركب عليها الات ثانيه نقدر نحسب الزوايا بتاعه تركيب المفصل. ده اثناء اجراء العمليه ولا أثناء العملية من الخارج؟ لا ده كل ده اثناء جراحه. اثناء الجراحه. يعني اثناء الجراحه يعني بتتفتح الالات دي كلها، بتبقى اللي هو زي المسمار النخاعي مثلا اللي بيخش في العظم من الداخل. تمام، زي المسمار النخاعي احنا بنعمله كده وبنحط عليه الالات بحيث ان احنا نقدر نعمل التركيبه بالظبط يعني بدقه يعني. الالات دي طبعا بقى لها 40 سنه مصنوعه وما حصلش فيها تطور، وعشان كده لما طلع الانسان الآلي ان هو يعمل العمليه، كان الغرض منه ان هو يستغني عن هذه الالات. وبعدين طلعت اجهزه الابحار، ولكن للاسف ما قدرتش تستغني عن الالات بالكامل التقليديه. يعني بدات تستعمل جزء من الالات مع اجهزه الابحار. عايز اقول حاجه يا دكتور، يعني احنا مهما استخدمنا التكنولوجيا والانسان الآلي والحاسبات وكده، برضه التقنيه البشريه والدقه والتقدير الشخصي للطبيب دي بتفرق طبعا يعني. بالتاكيد دي الاساس واقوى من حكايه احنا يعني كعنصر مكمل الاستعانه بالتكنولوجيا. لا بالتاكيد طبعا، ما هي يعني في مثل بيقول يعني لو حطوا مش عارف على المنحوس فانوس، مش يعني بمعنى ان لازم يبقى في مهاره للجراح بدايه. ده مفروغ يعني مفروغ منه، وبعدين التكنولوجيا بتكمل هذا. لا ما ينفعش طبعا ان واحد يبقى يستعمل التكنولوجيا وهو اساسا ما عندوش القدره الجراحيه. طبعا ده ممكن تؤدي الى يعني مأساة. يعني زي بالظبط ما بتدي واحد طياره وهو اساسا ما عندوش القدره على ان هو يقود الطياره. ايه القيمه المضافه اللي حضرتك ضفتها لصناعه المفاصل والقوالب الالكترونيه؟ حضرتك ما شاء الله احنا جبنا السي في بتاعت حضرتك، مندوب مصر بالجمعيه الدوليه لجراحات العظام، محكم ل3 مجلات دوليه، حضرتك استاذ ورئيس قسم العظام جامعه 6 اكتوبر. تمام. يعني سر التفوق ده جه مع مجهود ودراسات تم عليها يعني قيمه مضافه حضرتك زودتها في مجال جراحات العظام. انا هقول القصه باختصار. يعني انا انسان مصري، اقدر اقول ان انا في متوسط الذكاء، مش لا ذكاء يعني كناش بقى يعني نستضيف حضرتك صباح الخير بقى. الفكره كلها مجرد انها يعني تصميم واراده وعمل ما شاء الله متواصل، هو دايما اللي بيؤدي الى ان احد يدرك ما يتمناه يعني. انا سافرت انجلترا من 20 سنه وخدت تدريبي هناك، وبعدين انا اهتميت بالكمبيوتر بدري قوي يعني. انا حتى لما عملت رساله الماجستير بتاعتي هنا، يمكن كنت من اوائل الناس اللي استعملت الكمبيوتر في رساله الماجستير، الكلام ده في الثمانينات. وبعدين لما سافرت هناك انجلترا كنت مهتم جدا بالكمبيوتر. فكان ليا الحظ ان انا اعمل في وظيفه كان فيها تقريبا 20 واحد، كلهم عباره عن مهندسين مع علماء كمبيوتر، عشان نصنع انسان آلي يعمل مفصل الركبه الصناعي.
ودي طبعا بتبقى منح بحثيه بتدعمها الدوله، كانت تقريبا 3 مليون جنيه عشان الله. نعمل الانسان الآلي ده. وانا طبعا نشرت الكلام ده. ده الكلام كان 1998 ما شاء الله. وانا لقيت ان فلوس كتيره بتصرف وفي نفس الوقت الفايده قليله قوي. طب الفائده بقى اللي ترتبت او جني الثمار بقى اللي ترتب على هذه المجهودات اللي تمت، ما الذي جنيناه بقى من هذه العمليات الجراحيه والفائده؟ تمام. انا لما الاول خالص بدات بالانسان الآلي كنت حسيت ان التكلفه عاليه جدا، فكان دايما الانسان المصري ان انا عايز ارجع لمصر، عايز الاقي حاجه ممكن تناسب المريض، توصلت الى موضوع اللي هو القوالب الالكترونيه بعد كمان ما مريت بتجربه استعمال اجهزه الابحار. القوالب الالكترونيه ميزتها بقى عن كل الحاجات دي كلها، احنا قلنا قليله التكلفه. قله التكلفه؟ قله التكلفه، ايوه. يعني تقريبا بيتعمل المفصل الصناعي بكل الفوائد بتاعت القوالب الالكترونيه تقريبا بنفس التكلفه العاديه بتاعت الطرق التقليديه يعني. سهوله الاستعمال وسهوله التدريب، ودي مهمه جدا لان التدريب ده تدريب دكتور العظام قد يصل الى 10 سنوات. طبعا لما التكنيك يبقى كده سهل بيسهل موضوع التدريب على العمليه. الحاجه الثالثه انها بتختصر وقت العمليه الى النصف او اكتر من النصف. ما شاء الله. ودي اكتر ميزه لان دي بتخلينا ممكن احنا نعمل مفصل صناعي للمريض للناحيتين في وقت واحد، ويخرج بعد العمليه. يعني كانه يعني مش عايز اقول كانه عمل واحده، لكن بتبقى فتره النقاهه بتاعته سهله والحركه بتاعته سهله. دي مهمه جدا في للشعب المصري بالذات، لان اغلب الناس بتيجي لعمليه المفصل الصناعي بعد الركبه ما تكون انتهت تماما وبيبقى على الناحيتين وبيبقى في تقوس شديد. فالتقوس ده بيبقى في اتجاهين، يعني بيبقى تقوس في الاتجاه دوت وبعدين بيبقى فيه اعوجاج كمان ان الركبه بتبقى متنيه ما تتفردش. فبالتالي ده لما بنيجي نعمل ناحيه وتتفرد بتطول المريض، لانه نتيجه التقوس والاعوجاج ده المريض بيقصر، فلما الركبه تطول والثانيه هيبقى بيزك بيها مش عارف يمشي كويس. لكن لما بنعمل الاثنين في وقت واحد بتفرق كتير جدا مع المريض. تمثل امل لمرضى المفاصل. احنا بنشكر حضرتك على هذه الدقائق المعدوده اللي جلسناها مع حضرتك وتعرفنا منها على الجديد في جراحه العظام. بنشكر الدكتور محمود علم الدين حافظ استاذ الجراحه طب 6 اكتوبر والمحكم الدولي لجراحات العظام والمندوب الدائم للجمعيه العالميه لجراحين العظام. كل الشكر دكتور محمود وصباح الخير يا مصر. شكرا.